السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد ووصفة جديدة. مرقة اللحم بالبرقوق في قناتي وقناتكم يوميات إلياس، وغيتا نبغي نقول لكم مرحبا والف مرحبا للناس الجداد والناس القدام، واللي اول مره كيزوروا القناه نقول لكم مرحبا بكم دار داركم. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم الجديد، واكيد فضلا وليس امرا. واللايك ما تنساوش ديروه دابا، وكملوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا معايا الطريقه ديال المرقه اللحم بالبرقوق. كتجي رائعه وكتجي زوينه ومذاق يا سلام ما نقولش لكم عليه. والتعليقات الزوينه والمحفزه في حال وجوهكم. خليكم معايا مع الفيديو الطريقه ديال تحضير المرقه ديالنا. هنا غادي ناخذوا اللحم، يعني الكميه اللي نتوما يعني محتاجينها. بالنسبه يعني العطريه عندي هنايا، شوفوا هنا راه كنت غادي ندير زعفران شعره، كنت غادي نديرو في الكاس حتى يعني يطلق مع داك الماء بالماء باش نديرو في المرقه. ساعه فاش جيت نكبو من القريعه اللي هو فيها طاح لي على العطريه، صافي خليته هكا. عندي سكنجبير معلقه كبيره، البزار معلقه صغيره، الخرقوم معلقه كبيره، القرفه والثومه والملحه. هنا عندي واحد البصله مشلضه كيف ما شفتوها معايا، والبرقوق طبيعه الحال. هنا غادي نوريكم الطريقه اللي انايا كنعتمدها، وطريقه الصراحه راها زوينه، والطريقه ديال كتجي المرقه فحال ديال العراس. شحال من وحده كتقول لك انا ما المرقه ما كتجينيش فحال ديال العراس ولا البنه. هي هذه الطريقه وهي هذه المقادير، وراها البنه كتجي زوينه ورائعه رائعه. هنا العطريه نتوما غتشوفوها معايا. كيف ما قلت لكم انا زعفران شعره كنت بغيت نديرو في الماء، ساعات تخوي ليا تما كاينه ماشي مشكل. هي ملي كنديرو في الماء كيطلق داك الصفوريه ديالو اكثر، ولكن راها المذاق والبنه هي. هنا غادي نضيف واحد، غتشوفوا معايا واحد نص كاس ديال الماء، وغادي نشرملها هنايا مزيان مع هاد البصيله هادي. انا راه غادي نزيد واحد البصيله واحده اخرى، هنا البصله ماشي كبيره، هنا بصيله صغيره هي اللي شرملت بها. هنا بديت كنشرمل بالمعلقه، ما قنعتنيش، ولا بد خاصنا نشرملو داكشي بيدينا، ايدينا راهم نقيين. صافي وغادي نشرمل. انا بالنسبه يعني اللي غيخليو لي في التعليقات لا كون درتي الليغات ولا، انا دائما كنقول لكم فاش كنكون كنشرمل هكا ما كنبغيش ندير الليغات، ما كيعجبونيش في الخدمه. يعني كنخدم بايديا، وايديا بطبيعه الحال ايدينا راهم نقيين نهار كامل هما في الماء. بطبيعه الحال ملي كنبغيو حنا نطيبوا ونوجدوا بطبيعه الحال كنغسلوا الايدين ديالنا. هنا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال السمن. وانتم السمن يعني راه غتعرفوا داك السمن، الا كان عندكم داك السمن الحار بزاف، ولا السمن يعني اللي كاين شي سمن كتشموا فيه غير الريحه والمذاق ما كاينش. بالنسبه لي انا هذا السمن هذا عندي حايل زوين، درت غير داك يعني راس معلقه صغيره، ماشي معلقه صغيره عفوا، راس معلقه صغيره. واخا درت انا بالمعلقه ديال العود رانا عارفه القياس بعينيا. هنا صافي درتها فوق من البوطه وخليتها كتشحر على عافيه مهيله حتى كيدخل فيها ديك التشحيره مزيان. وقبل رانا خليتها واحد نص ساعه تقريبا تخليوها، ولا ربع ساعه. الا ما كنتوش مزروبين، الا كنتو مزروبين صافي ديك الساعه كديروا فوق من البوطه. هنا خديت واحد البصيله عاوتاني صغيره، وغادي نديرها مع هاد اللحيمه هادي ديالنا، وانا كنقلب يعني كنحاول ندير ديك البصله نرجعها من التحت. هنا غنخوي واحد القياس ديال الماء جوج اللي غادي كتشوفوا في الماء كيبقى غير على السطح يعني باين، يعني اللحم يبقى باين شويه ماشي نغطيوه، تجي غير هي ميها. صافي وغادي نسد عليها ونخليها تطيب، وغادي نعاود نرجع معاكم. هنا خديت البرقوق من بعد ما غسلته، خديت منه واحد شويه ديال المرقه ديالتنا بطبيعه الحال، وزدت لها شويه ديال العطريه، شويه ديال القرفه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه بطبيعه الحال. وغادي نزيد عليها شويه ديال الماء، حقاش يعني بالنسبه للمريقه يعني جاتني يعني لحد في القد، يعني خاصني ناخذ من هذيك المريقه باش تطلق لي ديك البنه ديال المرقه في داك البرقوق. يعني الا كانت كثيره تقدروا، الا كانت عندكم المرقه كثيره ما غتحتاجوش تضيفوا لها نتوما هي الماء. انا بالنسبه لي يعني المرقه جاتني قليله، خديت غير شويه داك القياس، وغادي نعاود نضيف عليه هكا شويه ديال الماء كيف ما كتشوفوا هنايا معايا. صافي وغادي نديرها فوق البوطه ان شاء الله حتى هي ونخليها طيب. ومن بعد غادي نضيف عليها السكر، داك السكر يعني حتى كيطيب. انا بالنسبه ليا كنخليه حتى كيطيب البرقوق، كنحس به طاب وكنضيف عليه السكر باش كتعسل. هنا ها هي المرقه ديالنا هنايا وجدات، هي والبرقوق
شوفوا كيفاش كتجي غزاله. صافي هنايا راه كنت يعني فاش سديت على هذيك السده من بعد حليت قلبت شفت جاتني شويه مازال، عاود سديت عليها ما زدتش عاوتاني داك الماء. غير انا غنقول لكم يعني على حساب كل وحده والكوكوط ديالها. كاينه اللي الكوكوط ديالها طيابه في ساعه كطيب ليها، كاينه اللي شويه كتشد ليها الكوكوط، على حساب. المهم الطريقه كتبقى نفسها، غير الوقت ديال الطياب اللي كيقدر يختلف من طنجره لطنجره. شوفوا معايا هنا التعسيله كيفاش كتجي، ما نقولش لكم عليها يا سلام. وهنا انا كنحطها معاكم في الطبق ديال التقديم في الطبسيل ديالنا. حطيت المريقه، درت المرقه هي الاولانيه ديك الدغيميره، ومن بعد حطيت فوق منها داك اللحم، ومن بعد دابا كندير عليها داك البرقوق. تقدروا مثلا تعسلوا المشماش الا عندكم، تقدروا ديروا في الضيفات ديال الاناناس اللي كيكون داك المعلب حتى هويا. المهم كتبقى لكم نتوما الطريقه ديال التقديم كتبقى لكم اختياريه. هنا غادي نضيف عليها شويه ديال اللوز مقلي. صافي هذه الطريقه اللي انا قدمته معها، طريقه سهله بسيطه يعني اللي حنايا كنعرفوها. يعني ما تبقى الا بغينا نديرو شي حاجه بريستيج بطبيعه الحال يعني كنصايبوها ونوجدوها. صافي انا بالنسبه ليا صافي غير هاد الطريقه هذه جاتني كافيه، شاركتها معكم وقدمتها معكم، وكنتمنى تجربوه بهاد الطريقه. راها كتجي يا سلام وكتجي رائعه رائعه. والمذاق اللحم بالبرقوق كتجي ديك الملوحه مع هذيك البنه ديال الحلاوه كتجي رائعه وزوينه. وداك هنايا شوفوا غادي نمسح معاكم داك الحرف ديال الطبسيل باش ما يبقاش داك الليدام هكايا داير بالطبسيل. قلت لكم كاين اللي مثلا داك المرقه ديال اللي كنعسلوا فيها البرقوق كيديرها عاوتاني في الطبيصلات وكيحطوها. كاين اللي كيديرها هكايا من الفوق يعاود يرشها، كل واحد كيفاش يعني كيفاش كيقدمها. هنا درت معاها شلاضه يعني في السلطه ماروكان، بصله مطيشه خيار، سلطه عاديه زويته بلديه، الملحه والبزار والخل ولا الحامض. فيديويا معاكم هو هذا، كنتمنى ينال الرضا والاعجاب ديالكم. مرقه بالبرقوق، اللحم بالبرقوق، العيد نوجدوها في العيد، والعيد نتوما عارفين كيجيو فيه اطباق رائعين. اللحم بالبرقوق، لحم محمر، لحم في الفران، الطياب ديال الضلعه راه فيت مني مشاركه معكم في واحد الفيديو. دابا نخلي لكم الرابط ديالو ان شاء الله. دابا حتى هو نعاود نقدمه معكم ان شاء الله باذن الله. الطريقه ديال ماما الطياب ديال الضلعه كيجي رائع رائع رائع. واحد المذاق حتى هي في هذا الطياب ديال الضلعه كتجي رائعه زوينه بزاف. ان شاء الله نشاركها معكم باذن الله. الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليه باللايك والاشتراك والبارطاج باش تعمل فائده على الجميع. واكيد فضلا وليس امرا، ما كنسخاش بكم كيف ما ديما. نتلاقاو فيديو قادم باذن الله. قناتي وقناتكم يوميات الياس وغيتا.